السلام عليكم، واش رايكم يا جماعة؟ اليوم قلت نجرب حاجة جديدة، ماشي طبخ ماشي تحدي. اليوم رحت نحفر في الأرض، قلت نغرس حشيش شوربة، مع العلم راه جاي رمضان يمكن نولي فلاحة كبيرة. شوفوا الأرض كيفاه من الأول، قلت سهلة نغرس ونتهنى، لكن كي بديت نقيش الأرض قالت لي والله ما تخرج بسهولة. الحجرة من جهة والجفاف من جهة، وانا تشابا ما حبش ترحمني. كل شوية نوقف نتهنى شوية ونكمل، نقول خلاص قربت نكمل، ومن بعد نلقى روحي ما زلت في المتر الأول. تحس التراب يتبدل تحت يدك، تحس بالبركة. التعب بصح فيه لذة، فيها راحة نفسية، خاصة كي تكون الخدمة نظيفة. ان شاء الله بعد ما نكمل نقيش نغرس حشيشة الشوربة ونشوفوا واش راح يخرج منها، ونوري لكم النتيجة خطوة بخطوة. يمكن تولي لي مشروع صغير ولا حتى مزرعة كبيرة. المهم يا جماعة ما تنسوش لايك وبارطاج للفيديو باش تشجعوني نكمل، واكتبوا لي في لي كومونت واش تحبوني نغرس المرة الجاية، يمكن نولي نغرس لكم النعناع. كيما راكم تشوفوا نقيش كمل بصعوبة، بصح الحمد لله الأرض ولات واجدة. إن شاء الله الخطوة الجاية نغرس فيها ونوري لكم النتيجة. وإذا بعد ما كملت نقيش تاع الارض رحت نحي الحشاد، عندنا شجره تاع الحشاد معمرين ما شاء الله تبارك الرحمن. سنا خير وفير في الزيتون في الحشاد، اللهم لك الحمد. الحشاد مفيد جدا. دوك نوريكم الطريقه كيفاش نحيته، كيفاش سلته، كيفاش عمرته. تابعوا معنا الفيديو للاخر. شوفوا اللهم بارك وزيد، شوفوا تبارك الرحمن، شوفوا ما شاء الله، شوفوا خيرات ربي سبحانه. اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك وزيد. سنا خير كبير ما شاء الله تبارك الرحمن في الزيتون، كذلك في الحشاد. اللهم بارك لنا في هذا الرزق ونحمدوه ونشكروه سبحان الله. شوفوا الحمد لله، شوف ما شاء الله. الآن نحي كامل بالشطبة، غسلته كامل بالشطبة هكذا. بسم الله. شوفوا خاوتي الله يبارك ما شاء الله، خير سنوافير في الزيتون ما شاء الله تبارك الرحمن. مع العلم تنقص شوية يعني مطر، بصح ما شاء الله تبارك الرحمن خير كبير إن شاء الله. بالصحة ونحنا كتر خير ربي، نحمد ربي أولا وقبل كل شيء. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا خاوتي هذا حشاد، شوفوا شحال الله يبارك، شحال الحبة خشينة ومليحة. سنا عكس العام اللي فات، العام اللي فات كان الزيت، كان الزيتون قليل ولدت نسبة قليلة، ولا السنة ما شاء الله ما شاء الله راه كي العرجون ما شاء الله ما شاء الله. والله من أجمل الأشياء ومن أجملها أنك تعيشي في برا في الطبيعة في الريف، راحة نفسية، هدوء، سكينة، طمأنينة. هي أولا الطمأنينة من عند الله. بصح والله اللي يقول لك تسكن في الريف ما كاش الطبع، يقول لك اللي تسكن في الريف كاين غير الحسد والبغض، والله بالعكس. في الريف شوف هذا نخدم هذا زيت الحشاد، كل واحد واش يقول له بالك، كاين يقول له الزيتون البري، حنا جيتنا نقولوا له الحشاد. نعصروه مليح بزاف بزاف
المرضى سكري الدم، اللي عنده السكر في الدم، السكر تاع الدم طالع، للمرضى القلب خصوصا لانسداد الشرايين. في فوائد كثيرة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. العافية رجوع تمر ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. وأي واحد يحتاج زيت الحشاد صدقة في سبيل الله للمرضى، مرضى السكري ولا مرضى القلب، في سبيل الله يتواصل فقط معايا، والله صدقة في سبيل الله. ادعوا لي برك للأب الوالد تاعي وأخي الأكبر رحمة الله عليهم، ادعوا لهم بالرحمة وصدقة إن شاء الله على أبي وأخي. كل واحد يحتاج زيت الحشاد الله يقدرني إن شاء الله، الله يقدرني الله يقدرني. كل واحد يحتاج زيت الحشاد يتواصل معايا، والله صدقة في سبيل الله. الدنيا فانية الدنيا فانية، يبقى غير الأثر، وهذا فضل من الله، خير تاع ربي سبحانه. احنا ما رانا فقط ربي يسخرنا ان شاء الله ونخدموا الخير. اللي يحتاج زيت الحشاد متوفره في سبيل الله، على حساب الكميه اللي عندي. اذا كانت كاينه والله ما نبخل خاوتي، تواصلوا معايا فقط. اللي يحتاج زيت الحشاد للمرضى اللي عنده مريض بالقلب ولا السكري في سبيل الله. دعواتكم فقط للوالد، وربي يحفظ لي بناتي إن شاء الله ويجعلها ذرية صالحة يا رب العالمين. هذا الواحد وش يتمنى. بناتي حبيباتي جايين معايا مساكن، لأنه صراحة الزيتون ولا الحشاد كي نجو خرجوا لقطوه يبغي اللمة، يبغي التعاون، كما يقول ناس بكري يد وحدة ما تسفق. شوفوا يد المكادحة. نصيحة لكل امرأة عندها أولاد وما عندهاش حرفة، يعني في يدها، ولا ماشي حرفة، نقولوا ما عندهاش مهنة أو مستوى دراسي يعني يوفر لها مهنة مثل معلمة أو كذا. المهم ما عندهاش تخرج جامعي دبلوم، ما عندوش
نقول لك سيداتي، كافحي من أجل أولادك، كافحي من أجل عيش أولادك الكريم، كافحي من أجل ما أولادك ما يمدوش يدهم للغريب، كافحي من أجل توفير لقمة العيش. وبالأخص نقول لك ومن قلب أم مكافحة في الحياة هذه، نقول لك كافحي من أجل تعليم أولادك. احنا صح فات علينا الوقت، خلاص سيطروطار ما قريناش وكذا وكذا، ولكن احنا ذكرنا عارفين باللي انه القرايه مستقبل اولادنا، مستقبل مضمون لاولادنا هو الضامن ربي سبحانه، ولكن العلم ضروري من اجل توفير حياه كريمه لبناتنا واولادنا، بما يعودوش هما كذلك يعني يوقعوا في نفس الخطأ، اللي وقعنا احنا فيه. نقول لك كافحي، ديري دبلوم حلوه، ديري حلوه، عملي، ما لباليش من أين كان لك الرزق اسعي ليه، اسعي ليه، اسعي ليه أختي من أجل العيش الكريم، اسعي ليه من أجل توفير لقمة الحلال لبناتك وأولادك، اسعي ليه بما تقوليش للناس مدولي، اسعي ليه بما تذليش للناس، اسعي لأي عمل، أي عمل تشوفي فيه انه يوفر لك لقمة اكل لولادك، اللهم بارك، بسم الله وانطلقي كما يقول تاع غيث، بسم الله نبدأ حياة جديدة. لما لا؟ شوفي والله اسعاي 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 اسعاي، فأولادك بحاجة ليك، ما تفشليش، ما تقوليش خلاص وتقطعي لياس وتريحي وتقولي الله غالب انا ما قريتش، انا كذا، انا ما عنديش من نوكل ولادي، انا اسعي اختي الكريمه، اسعي اسعي في هذا الارض، خلقنا ربي الحمد لله، رانا بصحتنا، رانا لدينا يدين ورانا بصحه كريمه الحمد لله. هو اكبر رزق في الحياه هي رزق الصحه، هي رزق الصحة، ما دام عندك صحة فاسعي أختي الحبيبة، ما تفشليش، ما تقوليش خلاص وقتي وانا ما قريتش وانا ما عنديش وانا مين نوكل ولادي وانا مين. اسعاي حبيبتي، اسعاي في الارض، اسعاي في الارض، في الحركة بركة. كان عندك قطعة ارض في الحي، كان عندك شوفي في الدار خدمي قطو، بيعي، خدمي مسمن، خدمي، ما تفشليش الأخت، خلقنا الله لحياة واحدة، فلماذا الفشل ولماذا الركود ولماذا الاستسلام؟ انطلقي أختي، نوضي في الغبار على عمرك وقولي بسم الله نبدأ حياة جديدة. حافظي على أولادك، قري أولادك، والله يعطيك الصحة والله يقدرك والله يقويك، والسلام عليكم. شوفوا بناتي جابوا البيض، حطي وري، شوف بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. دوك نعود رايحه نوريكم العشه تاع الدجاج ونشوف نوريكم الدجاج. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بنتي جات ميته بالسعاده لانه جابت البيض في يدها، وسعاده الاطفال اغلى واهم شيء عليكي بالطبيعه، والطبيعه هي دواء للاطفال، ننحي كامل الضغوطات، ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله. وها قد انتهى يومنا لنهار اليوم، شكرا على المشاهدة، شكرا على الوقت اللذيذ اللي جوزتوه معنا، شكرا. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو باش نواصل باش ننشر معكم يومياتي انا وبناتي، الاشتراك في القناة، جمل الفيديو، وشكرا حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله، نتمنى لكم السعادة الدائمة ان شاء الله.